في ليلة هادئة من ليالي ذي القعدة كان سالم يجلس وحده على سطح منزله، ينظر إلى السماء وكأنها تحمل رسالة لا يفهمها. قلبه ممتلئ بالتعب وذنوبه تثقل صدره، وأيامه تمضي بلا طاعة تذكر. كان يقول في نفسه: مضى رمضان وضاعت مني أيام كثيرة، هل بقي لي شيء أرجع به إلى ربي؟ وفي تلك الليلة سمع صوت والده العجوز يناديه من الداخل: يا سالم، اقتربت أيام لو عرف الناس قدرها لبكوا شوقا لها. تعجب سالم وقال: أي أيام يا أبي؟ ابتسم الأب ابتسامة مليئة بالإيمان وقال: أيام العشر، أيام ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا. جلس سالم بجانب أبيه، فقال الأب بصوت هادئ: يا ابني، هذه الأيام ليست كغيرها، هي أيام يجتمع فيها الصيام والذكر والصدقة والدعاء والتوبة. هي فرصة الله الأخيرة لمن ضاعت منه الفرص. سكت سالم لحظة، ثم قال: لكنني مقصر يا أبي، أشعر أنني بعيد جدا. ربط الأب على كتفه وقال: ومن قال إن القريب هو من لم يخطئ؟ القريب هو من عاد. في صباح اليوم الأول من ذي الحجة استيقظ سالم مبكرا لأول مرة منذ شهور. توضأ وصلى الفجر، ثم رفع يديه وقال: يا رب، جئتك ضعيفا فاجعلني قويا بطاعتك. ثم بدأ صيامه. كان الجوع يذكره بنعم الله، والعطش يذكره بعطش يوم القيامة، وكان كلما تعب قال: يا رب هذا لأجلك. وفي النهار لم يكن يترك لسانه ساكتا، يردد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان يشعر أن قلبه الذي مات طويلا بدأ يعود للحياة. وفي اليوم الثالث مر على رجل فقير عند باب المسجد، تردد لحظة، ثم تذكر كلام أبيه: الصدقة في العشر ليست كغيرها. فأخرج ما استطاع ووضعه في يد الرجل دون كلام. ابتسم الفقير وقال: جزاك الله خيرا، دعوت لك اليوم في ظهر الغيب. في تلك اللحظة شعر سالم أن هذه الدعوة أثمن من الدنيا كلها. ومع كل يوم من العشر كان سالم يقترب من الله أكثر. ترك الأغاني وترك الغفلة، أصبح يقرأ القرآن ولو صفحة، يصلي الضحى ويكثر من الاستغفار. حتى جاء يوم عرفة، كان سالم صائما، يجلس بعد العصر وحده يرفع يديه ويبكي بكاء لم يبكه من قبل، وكأن كل الذنوب خرجت مع الدموع. قال وهو يرتجف: يا رب، إن كنت قد حرمتني من الحج فلا تحرمني من رحمتك، يا رب لا تخرجني من عرفة إلا وقد غفرت لي. ثم تذكر أمه المتوفاة، رفع يديه وقال: اللهم اغفر لها وارحمها واجمعني بها في الجنة. كان قلبه في ذلك اليوم كأنه يولد من جديد. وفي ليلة العيد جلس سالم مع أبيه وقال بصوت ممتلئ بالسكينة: يا أبي، لأول مرة أشعر أني إنسان جديد، كأن الله غسل قلبي. ابتسم الأب وقال: هكذا هي العشر يا بني، من دخلها صادقا خرج منها قريبا من الله. ثم قال الأب وهو ينظر إليه: تذكروا يا سالم، ليست العبرة أن تبدأ فقط، العبرة أن تجعل هذه العشر بداية حياة. في صباح العيد خرج سالم للصلاة وهو يردد التكبيرات بصوت مرتفع. كان يشعر أن التكبير ليس مجرد كلمات، بل إعلان أن الله أكبر من الذنوب، وأكبر من الهموم، وأكبر من كل ما كان يضيع عمره. وفي طريقه قال في نفسه: يا رب، كما أكرمتني بالعشر أكرمني بالثبات بعدها. وهكذا كانت أيام العشر بالنسبة لسالم ليست مجرد أيام، بل كانت بابا فتحه الله له ليعود. فيا من تقرأ هذه القصة، قد تكون أنت سالم، وقد تكون العشر هي رسالتك من ربك. ابدأ ولو بالقليل: صيام، قرآن، صدقة، توبة صادقة، ذكر واستغفار. فعملا صغير في هذه الأيام يبدل الله به حياتك كلها.